تموت بالطوارئ، يعني قبل فترة مات واحد بالطوارئ يعني تأخروا عليه ما أعرف 16 ساعة أو 12 ساعة يلا وصل طبيب. نعم. عندهم هذا الشيء أزمة. هذا اللي تمر به يعني هو أزمة مالية، يعني ما عندهم، ما دا أفهم يعني إنه كندا ودائما يقولون عليها كندا وكندا زين، ما عندهم تجيب دكاترة إضافيين أو تبني مستشفى جديد بكل ولاية، أو مثلا تقدر تسوي هذا النظام على الأقل تسهل أمور الناس. هو مو موضوع فلوس بس، هو موضوع سيستم، يعني سيستم معقد. يعني كندا مبنية على نظام، وهذا النظام صار قديم، يعني احتمال هو نفسه موجود ببريطانيا أو بأمريكا، بس بالنسبة لكندا صار نظام قديم يعني ما يواكب التطور، وكل شيء يعني ده يتعقد أكثر يعني. فوصل إلى مرحلة أنه يعني ممكن ينهار، مو لأن هو بس طريقة حله صعبة بعد صارت. يعني مثلا الطبيب هم مثلا مخصصين له ساعات انه يستقبل المريض لمدة ساعة، ما عندهم هذا النظام انه طبيب ممكن واحد يمشي ب5 دقائق والثاني ب10 دقائق، يعني ما مبني على نظام. فطبيب ما يهمه يعني باليوم عنده 12 مريض مثلا او 20، ما يهمه انه اكو 1000 واحد ينتظره، يعني هو يعني هاي حصته اليومية مثلا 20. فهاي الأنظمة قبل كانت يجوز ناجحة يعني، بس حاليا ما تواكب الأعداد، يجوز تغيرت التكنولوجيا، تغيرت الهاي. كندا بعدهم على سيستم يعني وما حد يقبل يغيره، وهو معقد صعب تغيره يعني. أتصور هو هذا السبب الرئيسي بالمشاكل اللي تصير. واو، شيء غريب هذا الشيء صدق يعني. نتخيل يعني دولة كاملة إنه تعاني من أشخاص إنه ما يقدروا يروحون المستشفى. يعني هذا الموضوع إحنا من نتطرق بحلقة أخرى، وإنه تطوير النظام وكيف إنه النظام اللي مشت عليه سنوات سابقة الناس صار بسويسرا أو بأوروبا ما عندهم إيش أنظمة يمكن، أو بغير الدول الأوروبية. يعني الناس عرفت شلون تجيب نظام جديد، عرفوا حتى بالخليج عرفوا شلون يدخلون نظام جديد. فأنا نتطرق لهذا الموضوع. لا حتى بأوروبا يعني، هو أوروبا مو يعني مو بس كندا يعني.